منتخب مصر بيتعادل مع غينيا بيساو بهدف مقابل هدف خارج أرضه في مباراة كانت سهلة نسبيا على منتخب مصر، لكن للأسف احنا اللي صعبناها على نفسنا. وكالعادة هنشوف مع بعض أهداف المباراة. طبعا ده الهدف الأول اللي جه في منتخب مصر، وبص هنا وركز معايا مع رامي ربيعة اللي بيجري ورا الراجل اللي قاطع مسافة كبيرة جدا. ورامي للأسف يعني كان بفاول تكتيكي ينهلنا كل ده غير انه رايح بايع نفسه مع ماما بالدي الراجل اللي جاب الجون، عشان كده عدى منه بسهولة جدا. وكمان الكورة لما جات له بدل ما يشتتها بيمينه لبره شتتها بغرابة شديدة جدا بشماله في رجل الراجل عشان ترد الكورة لماما بالدي ويحطها الهدف الأول في منتخب مصر. طبعا كل ده كوم، وإن محمد عبد المنعم أصلا مش موجود في الصورة ده كوم تاني. طبعا محمد عبد المنعم ما ردش على الهجمة المرتدة اللي اتعملت على منتخب مصر بعد ما كانت أصلا ضربة ركنية لينا. والتالت اللي يشيل معاهم مسؤولية الهدف هو محمد حمدي، لأنه ببساطة كان ممكن يقف وما يتحركش مع اللاعب اللي اتلعبت له الكوره، فبالتالي اللاعب ده كان هيبقى اوفسايد بدل ما هو بيجري على اللاعب، فبالتالي غطى مصيدة التسلل. اما عن هدف منتخب مصر فهو هدف ماركة محمد صلاح، وده طبعا حصل بعد ما كابتن حسام حسن غير طريقة اللعب من 4-4-2 ل 4-2-3-1. فبالتالي محمد صلاح لعب ناحية اليمين على عدلته، وده اللي كان بيميز دايما محمد صلاح في الحتة دي، ان هو دايما بيضم ويقدر يكون شايف المرمى احسن، وتكون رجله الشمال مقابلة للمرمى عشان يضم على طول بمهارة فردية من محمد صلاح ويقدر انه يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر. بص يا كابتن حسام، زي ما بنقول كده بلغتنا الشعبية كلمتين ابرك من عشرة. حضرتك بدأت الجيم بطريقة 4-2-3-1، ولكن احمد سيد زيزو ما كانش موجود تحت الفراودة، كان بيلعب احيانا هاف يمين، ومحمد صلاح هو اللي كان بيضم للقلب جنب مصطفى محمد اللي بنتمنى له كلنا السلامة. وكنت سايب نص الملعب ليه حمدي فتحي ومروان عطية اللي ما كانش فيهم حد كرييتور او يقدر ان هو يصنع لعب او يقدر يعمل اللينك اب ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، وده اللي خلانا نحس ان احنا بنلعب بفرقتين منفصلين تماما عن بعض. رباعي في خط الامام متمثل بمحمد صلاح واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وتريزيجيه، وبقيه الفرقه كلها تحت في الدفاع. هيطلع واحد ويقول لي ان اللي كان بيعمل الكلام ده كله في المنتخب هو امام عاشور، وامام عاشور بيشتكي من الام في الضمه، فكابتن حسام ما حبش ان هو يبدا بيه. اقول له كلامك صح، بس بص معايا كده ناصر ماهر بيعمل ايه. ناصر ماهر بيعمل بنتريشن للهاف سبيس او بيعمل اختراق للهاف سبيس اللي هي المساحه اللي بين السيرد باك والباك، ومش مثلا بيعمل الاختراق وبيستنى حد يلعب له الكوره، لا ده بيعمل الاختراق ده بالكوره، وبيحاول جيفرسون كده ان هو يوقعه، ولكن بيتماسك وبيلعب الكرة بالعرض لمحمد صلاح اللي لولا رعونة محمد صلاح في الإنهاء كان ممكن يخلص المباراة. فليه ناصر ماهر ما لعبش من الأول؟ ماشي، انت إمام عاشور عندك مصاب وكل حاجة، بس كان ممكن ناصر ماهر يقوم بدور إمام عاشور في نص الملعب، وكان ساعتها هيبقى عندك كرييتور في نص الملعب، وما تبقاش الفرقة مقسومة اتنين، جزء بيدافع وجزء بيهاجم. في النهاية المباراة عدت ومنتخب مصر يظل في صدارة المجموعة ب10 نقاط في انتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون. وإن شاء الله منتخب مصر في الفترة الجاية كابتن حسام حسن يتعلم من أخطائه، وإن شاء الله منتخب مصر في كأس العالم.